تخيل ان دورتين كاس عالم ورا بعض هيتعملوا في دول عربية. السعودية فازت بتنظيم كاس العالم 2034، والمغرب ومعاها البرتغال واسبانيا فازوا بكاس العالم 2030، وده بعد النجاح الكبير اللي حققته قطر في تنظيم كاس العالم اللي فات. بس هو الدول دي بتستفيد ايه بتنظيم البطولة؟ اول حاجة الترويج للبلد والمناطق السياحية اللي فيها بطريقة مباشرة عن طريق مئات الالاف من الناس اللي بيسافروا للبلد علشان يحضروا الماتشات، وبطريقة غير مباشرة عن طريق ذكر اسم البلد في كل مكان قبل البطولة واثناءها. غير مثلا ان السعودية الفترة اللي فاتت بتسعى انها تظهر عالميا كدولة منفتحة على الرياضة والترفيه، وده بعكس الصورة اللي العالم كان واخدها على السعودية السنين اللي فاتت. ده غير فرص العمل والاستثمارات بالمليارات اللي هتتوفر في البلد اللي هتحصل فيها البطولة. واديك مثال بقطر اللي صرفت حوالي 200 مليار دولار في البنية التحتية قبل بطولة كاس العالم، وغير فرص العمل بالملايين للناس قبل البطولة واثناءها. وطبعا نتمنى التوفيق للسعودية والمغرب، وواثقين انهم هيطلعوا لنا بطولتين مشرفتين. وفي اخبار كده ان مصر هتقدم لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2036، فان شاء الله الفرحة تكمل بقى. ولايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.